افردوها وقطعوها ورح تحضروا أفخم وأسرع أكلة كباب دجاج. قدموها مع رز بالزرشك أو سندويشات، وبالحالتين أطيب من بعض. على محضرة الطعام رح أطحن بصلة لتصير ناعمة وبصفيها لأتخلص من كل السوائل. وبنفس المحضرة رح أفرم صدور دجاج مخلي من العظم. فيكم تخلطوا صدور وأوراق مع بعض لحتى نحضر أطيب خلطة كباب دجاج. بنزل صدور الدجاج المفرومة، البصل والبقدونس ومعجون الفلفلة، البقسماط والبهارات، وبرش الليمون اللي رح يعطيها طعم روعة، رشة صغيرة من البيكنج باودر اللي رح يعطينا هشاشة لكباب الدجاج. بنعجنهم سوا منيح، ورح تلاحظوا انه عجينة الكباب سهلة التشكيل كيف ما كانت. بصينية مدهونة زيت نباتي رح افرد الكباب بالسماكة اللي انتم بتحبوها. على الوجه بس رح اعمل خطوط عرضية لحتى تعطينا نفس منظر الكباب، واقطعها كمان بالطول، وبدهن الوجه بمية البصل اللي ضفت لها دبس فلفلة وبابريكا وزيت نباتي، وبالفرن الحرارة من اسفل ومن اعلى لحتى تتحمر من الجهتين. عملت معها رز بالزرع، صوص طحينة وبصل بالسمة، وكانت روعة.